ريحته بايظ. وطبعا ناشف ومقلحف. احط اللي عندي دلوقتي بقالها حوالي 10 سنين. الروج دخل في بقي، انا حاسه ان هو هيعمل لي تسمم. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انتوا عارفين ان الميك اب ليه تاريخ صلاحيه؟ والله ليه تاريخ صلاحيه زي الاكل والشرب بالظبط. انا يعني كنت بتغاضى عن الموضوع ده لحد ما شفت عندي في الدرج حاجات بقالها اكتر من 10 سنين موجوده، والنهارده هجربها لكم كلها في الميك اب لوك ده، فعشان تشوفوا الحاجات النوستالجيا اللي احنا كنا بنستخدمها زمان موهومين بيها، ونشوف يا ترى دلوقتي هنتوهم بيها برضو ولا لا. وهنحط على وشي حاجات منتهيه الصلاحيه اتمنى ما تخربليش بشرتي على اخر اليوم. وانا اكيد مش هقعد بيها كتير، انا بعد الفيديو على طول هجري اقوم امسحها. فعملنا الميك اب ده بالمكياج المنتهي الصلاحيه وجربت لكم كل حاجه، فلو عايزين تشوفوا ايه اللي حصل ليا ولبشرتي ولعيني خلال الفيديو تعالوا نشوف. ده البرايمر بتاع بنفيت، دي اول واحده انا جبتها من عندهم، دي كده بالظبط بقالها 6 سنين. اوكي، وعندي منها واحده تانية الحمد لله جديده، بحبه بس مش قوي يعني. بس فاكره انه البرايمر ده اول ما طلع كانت الناس كلها بتستخدمه، يعني محدش ما كانش بيحط منه. ريحته اعتقد زي ما هي، يعني هو نفس الريحه دي في الجديد كمان. هل انا مثلا كانسانه دلوقتي طبيعيه في الحياه بقيت احط برايمر؟ لا، احط برايمر ده وانا رايحه فرح، لكن في الحياه العاديه لا، ما بحطش برايمر خالص. دلوقتي هنروح للفاونديشن، وده من عند ميبلين زي ما انتم شايفين كده، انا مخلصه منه شويه. بصوا تقيل، يعني عامل شبه الجبس كده، وعلى الوش بينشف ويمسك وشك كده يخليه قطعه واحده. ريحته بايظ. ايوه، ما انا خايفه. انا تعبت علشان اوصل ببشرتي الحمد لله انها تكون نوعا ما كويسه، فالنهارده انا بدمر كل اللي انا عملته. ادعوا لي اطلع من الفيديو ده سليمه، مش غطى عيوب بشرتي، غطى عيوب الزمن كلها. فوق كده من قريب، من قريب وحش قوي، يمكن في الكاميرا طالع حلو شويه، بس من قريب بشع. من قريب شكله قذر، يعني انا مش هقول تفسير تاني غير ان هو قذر. فده الحمد لله ان هو انتهى الصلاحيه، والحمد لله ان هو بطل ينزل. اللي بعده، بعد كده للحواجب هنستخدم الجل الاشهر على الاطلاق بتاع انستازيا. ده كان بتاع الناس اللي هم المهمين، ميك اب ارتست، والناس اللي هم اليوتيوبر بتوع زمان دول. وطبعا ناشف ومقلحف. الريحه دي تخليني اروح اشيل المكياج كله احطه في التلاجة يعني. الديورالاين دي على فكره مش منتهيه الصلاحيه ولا حاجه، فهحط عليه نقطه بس عشان يشتغل. الطريقه بقى بتاعت زمان، عارفينها، بتاعت الزمن الفن الجميل لما كنا بنرسم حواجبنا بجل انستازيا. نيجي بعد كده للباودر اللي عندي دلوقتي بقالها حوالي 10 سنين، الباودر بتاعة ريمال. الباودر دي كانت برضو عند كل الناس، كل الناس بتحبها، بس انا من اول ما جبتها وانا ما بحبهاش قوي. فهنحط منها بقى النهارده كده، يعني احقاقا للحق قبل ما نرميها وهنستغنى عنها. بصوا يعني ما بتعملش اي حاجه خالص، بتعمل خطوط عادي جدا. كانت من ابشع الحاجات ان انت تثبتي فاونديشن منتن زي ده وزباله، اصلا تقيل ووحش، بباودر. هو اساسا يعني كفاونديشن مش محتاج ان هو يتثبت ولا محتاج اي حاجه غير ان هو يتمسح، فاحنا دلوقتي كمان بنثبته على وشي. ادعوا لي اخرج بوشي سليم من العمليه اللي انا بعملها في نفسي. البرونزر، اول ما اخترعوا البرونزر جه البرونزر ده من بورجوا، وكان زي الشوكولاته كده، عامل زي بار الشوكولاته، وكانت ريحته شوكولاته. ريحته بقت تراب والله العظيم، ده كنت بفتحه عشان اشمه بس هو دلوقتي ريحته تراب. يوه. البالت دي من عند بنفيت، بصراحه انا البالت دي لسه بستخدمها شويه، والهوله لسه بستخدمه شويه. ف والله العظيم ريحته وحشت، ولا ايه ريحه الفرشه ولا ايه، ريحته بقت وحشه قوي. وبرده ده كان من عند بنفيت، الخدود لما كده. نيجي بقى للعيون، كان عندي حته بالت للعيون، اول ما شفتها اصلا انا استغربت هي ليه لسه موجوده في حياتي لحد دلوقتي. فجبتها عشان اوريها لكم. فاكرين الراجل ده؟
دي باليت ميت مات نود، انا كنت شاريها اونلاين من مصر، فهي دلوقتي كده بقى لها 10 سنين حرفيا. هل هي بقى كانت اوريجينال ولا لا؟ الله اعلم، الله اعلم. بس هي كانت الضجه كلها والحياه كلها كانت في الباليت دي، كان كل الناس بتعمل ميك اب بالباليت دي بس. هي وكان في واحده تانية عند انستيزيا برضو كانت بيعملوا بيها، بس هم دي كانت مشهوره قوي قوي قوي. اللون الفاتح خالص الابيض ديكا، ونحطه تحت الحواجب زي ايام الزمن الفن الجميل ما كنا بنعمل كده. كنتوا بتحطوا ابيض تحت الحواجب ولا لا؟ ولا انا لوحدي اللي كنت بعمل كده؟ خد اللون اللي انا كنت دايما بحبه، هو اللون البني المحمر ده، وكنت كده بحطه هنا على الكريس وعلى الجفن كله تقريبا. ده انا كنت زمان بنبهر بالبيجمنت بتاعتها. دلوقتي انا شايفه انه مفيش اي حاجه، يعني انا عماله احط احط الوان بهتانه بهتانه. هل هي بهتت مثلا مع الزمن ولا ايه؟ مش عارفه. طباشير طباشير طباشير، عارفين واللي مش عارف طباشير ده اللي بنكتب بيه على البورد يعني ايام زمان برضه. يلا، هو في شادو خفيف يعني انتوا مش هتشوفوه مبدئيا كده. بقى لاول لمعه في التاريخ الناس كلها كانت بتحط الستيلا ده بتاع الجليتر، كان بيتحط فوق العين، وهو الحمد لله ينقذنا من الاي شادو ده. بصوا ناشف ناشف. يمكن يحط ماشي يعني شويه، هنظبطها. بس البلد دي يعني انا ما اعرفش بنحبها على ايه، انا مش عارفه. في حاجه انا بستخدمها وهي منتهيه الصلاحيه، ووشي منكم في الارض، الجل لاينر بتاع انجلت. لانه يعني بحس ان هو يعني كحل، مش المفروض ان هو ينتهي الصلاحيه، بس هو منتهي الصلاحيه. وبرجع احط عليه كل مره نقطه من ديوري لاين، بس انا ما بستخدموش كتير يعني. انا في مناسبه اما ببقى عايزه يبقى فيه كحل بقى جامد. تيكو اسود كحل في الكوكب، هو لحد دلوقتي هو اسود كحل، هو الكحل بتاع انجلت ده بصراحه. بصوا السواد، دي اخطر حاجه يعني، دي اكتر حاجه انا بحبها من الحاجات دي كلها. انا اتعميت يا ولاد ولا ايه؟ والله في حاجه سحابه سودة على عيني. النوستالجيا الجميله هو القلم ده بتاع ريمال، ريحته قلم الوان يعني. بس هو كده كده ده اصلا ما بيثبتش يعني، ده بتحطيه بعد 5 دقايق بيروح، ما عملش اي حاجه، ما بقاش يكتب ما بقاش يكتب. باي باي. نيجي بقى للي بعد كده، وهي مسكرة ايسنس. مين فيكو ما جابهاش؟ مين؟ مفيش، كل الناس جربتها، لان هي لسه بتنزل لحد دلوقتي، ولسه عندي منها واحده جديده جوه. بس دي القديمه، يا رب تحط. حطي 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 حطي. مش هقدر اضغط عليها اكتر من كده، بس هي حطت. خلصانه، بس هي لسه حلوه. دي نوستالجيا في مكانها. اوكي، بس الحركه اللولبيه اللي كنا بنعملها قبل الهايلايتر هي الفيكس بلس ده بتاع ايسنس. كنت بحبه جدا وكنت دايما بشتريه، بس البخاخه بتاعته بقت وحشه، وكذا مره اشتري واحد والبخاخه بتاعته تطلع سيئه جدا، فبطلت اشتريه. وده عندي مثلا بقاله سنتين، فهو اكيد طبعا منتهي. صدمت نفسي. ريحته وحشه. خلونا نحط الهايلايتر اللي من ذا بالم ماري لو. بصوا برضو ماري لو ده كان يعني مكتسح الكوكب، وانا عمري ما خلصت هايلايتر في حياتي. بس زي ما انتم شايفين كده، هو مثلا عندي بقاله 6 سنين 7 سنين. كل الميك اب ده في رينج من 10 ل5 سنين، ما عدا الفيكس بلس ده عندي مثلا بقاله سنتين. ناخد برش كده وهي لسه المفروض ده على وشنا كده طازه، ونحط هنا في المكان المعتاد بتاع زمان. بس حلو، ملوش ريحه، ممكن ما نرميهوش ونستخسر نرميه، علشان لونه انا بصراحه بحب لونه جدا. لونه هادي وفي نفس الوقت ايه، مش ثابت، فتحطيه وبعد شويه هيمشي لوحده يعني. الهايلايتر هنا فدون جادج برضه. بحب قوي قوي احط هايلايتر هنا، معرفش ايه السر، بس انا بحب احط هنا قوي. بس لو عندك شعر هنا ما تحطيش. اوكي، احنا نحط هنا. شكله يعني مش لطيف.
بس ده يعني بفكر كده يعني مرميهوش. اول رموش اشتريتها من عند هدى بيوتي هي كانت الرموش دي، كان اسمها لوليتا. كنت بحبها حب يا جماعة مش طبيعي، واستخدمتها مثلا فوق 50 مرة ولسه شغالة ولسه بتتحط عادي. فكنت دايما برجعها في العلبة كأنها لسه جاية من كتر ما هي كانت غالية عليا جدا، وكانت الوحيدة اللي عندي. يعني انا كنت شارية دي بس براند، وكان الباقي كله حاجات يعني مش قد كده. فدي كانت بتاعة المناسبات الرسمية السعيدة. فانا هركبها علشان ما اخدش من وقتكم كتير، بس الرمش ده عندي بالظبط بقاله 7 سنين. 7 سنين، يعني كنت حامل، انا ابني عنده 6 سنين. فده كده بقاله عندي 7 سنين ولسه بيتحط. فده يقول لكم على الكواليتي بتاعت رموش هدى بيوتي قد ايه حلوه. يبقى بقالي 6 ساعات بستراجل مع الرموش، انا بركبها وبتخانق مع عيني، واجي لكم اعمل لكم كده زي الانفلونسرز وزي اليوتيوبر، واحسسكم ان انا بركبها في ثانيه لثانيه وانكم فاشلين. فما تاخدوش من الكلام ده خالص. يعني هو الرمش بياخد وقت على ما يتركب وينشف وياخد يعني وضعه على العين كده ويبقى مظبوط. بس يعني اوفر اول انا بحب الرمش ده قوي قوي. مع ان بس انا ذوقي دلوقتي ما يجيبش الرموش القويه دي، واحب اكتر الرمش اللي هو في الاخر. فسبحان الله الاذواق بتتغير والتفكير بيتغير. يعني انا ما بحبش دلوقتي شكل عيني وهو عامل كده زي المروحه كده، احب بس الرموش الطرفيه، مفيش حاجه بتفضل على حالها. الليبستيك ده من عند ميك اب فور ايفر. ده اول ليبستيك هاي اند انا اشتريته. كان لونه زي ما انتم شايفينه احمر كده، ريحته ليبستيك قديم. اوكي، ولونه بشع جدا. ف يا ده الميك اب بتاع زمان، ايام الزمان. دخل في بقي، طعم وحش، طعم وحش قوي. اللينسز دي قديمه قوي برضو، عندي بقالها كتير قوي قوي من قبل ما اجي هنا. انا عايشه في المانيا على فكره، بس اللي مش عارف انا مصريه وعايشه في المانيا، فعشان كده بقول السنين وانا متاكده لان سنين الغربه بتتعد كويس يعني. المهم ان دي انا كنت جايباها قبل ما اجي. دي كده مثلا داخله في ال8، يعني ضربة على ال8. والغريبة ان انا دي ما غيرتلهاش المحلول، فشوف يعني مش عارفة، يعني يمكن اللي هي العلبة بتاعتها حلوة زيادة عن اللزوم. يا رب ما تبوظليش الميك اب واقعد اعيط. وانا ليه كنت بحط الالوان دي بجد؟ يعني الوان صعبة قوي. لا، عيني 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 عيني. نفسي يوم وانا بصوا النص ده اوفر اكتنج، النص ده يعني كويس. وجعاني قوي بصراحة، مش قادرة. يا جماعة أنا عيني ما تغلاش عليكم وعلى التجارب اللي احنا بننيلها دي، بس يعني معلش يعني ما اقدرش اضحي بيها. بصوا عيني. خلاص خلاص، ما تعيطيش. ما تعيطيش يا بنت، مش هلبسك لينسز، هيسامحوني هيسامحوني. بس كده حلوين. ده كان الميك اب اللي احنا عملناه بالمكياج المنتهي الصلاحيه. انا انصحكم ان انتوا ما تحطوش اي حاجه على وشكم تكون منتهيه الصلاحيه، لان ده ممكن يعرض بشرتكم ان هي تتبهدل ويطلع لكم فيها حبوب. واللي احنا بنصرفه في السكين كير وفي الروتين اللي احنا بنعمله على طول هيروح على طول بالحاجات اللي احنا هنستخدمها غير منتهيه الصلاحيه دي، والحاجات دي مش هتنفعكم خالص. في حاجات انا ممكن يعني اتغاضى عنها واحاول ان انا احطها مثلا ما تبقاش ليها كونتاكت مع بشرتي دايركت. يعني مثلا اللينسز ده حاجه مستحيل جدا ان الواحده تحط في عينيها، اللي هي حاجه مهمه قوي يعني في وشك، ان انت تحطي في عينك لينسز منتهيه الصلاحيه. فدايما اكتبي على اللينسز انت جايباها امتى، او انت فتحتيها امتى واستخدمتيها امتى، علشان دي حاجه فعلا خطر جدا. تاني حاجة الفاونديشن والحاجات اللي على الوش دي، انا طبعا هقوم اغسل وشي جري دلوقتي. فالحاجات دي برضو ما تحاوليش ابدا ان انت تستخدمي حاجات منتهية الصلاحية، لانه يعني بشرتنا غالية علينا كبنات واحنا بنتعب فيها وبنتعب علشان نوصل لها، نوصل بيها لمرحلة كويسة. ف ما تجيش تبوظي ده على فاونديشن ولا كونسيلر. الاي شادو اعتقد انه ممكن يكونش فيه مشكله. الليبستيك معرفش ده ممكن يجيب لي تسمم ولا لا، بس انا بجد بجد يعني مضايقني جدا وهمسحه حالا. أم، الرموش ما فيهاش مشكله. فالمهم يعني ان الحاجه اللي على كونتاكت دايركت مع بشرتكم ومع عينيكم
ومع حواسكم الخمسه دي ما تحاولوش ان انتوا تخاطروا فيها وتحطوا حاجات منتهيه الصلاحيه. انا عارفه ان الفلوس بنبقى دافعينها غاليه علينا، فالاحسن ان انت تقري كويس وتشوفي المنتج اللي انت هتجيبيه ده ينفعك ولا لا. وانصحك ان انت تشوفي فيديوهاتي، ولو عندك منتج عايزه تشتريه وخايفه تدفعي فيه فلوس كتير اكتبي لي اسمه تحت في كومنت وانا هجيبه واجربه بالنيابه عنك، لان انا بحب اجرب وبحب اعمل كده جدا. بس كده حلوين، وده كان الفيديو النهارده. لو عجبكم فكره الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه بليز، تكتبوا لي تحت كومنت يشجعني، عشان انا بحب كومنتاتكم جدا وبحب اقراها كلها، وانتوا عارفين ان انا برد عليها كلها. اي حد فيكم بيكتب لي كومنت برد طبعا، لان انتوا بتدوني من وقتكم، وانا كمان بحب كمان اديكم من وقتي وارد عليكم واعمل لكم الفيديوهات كمان اللي انتوا عايزينها. فما تنسوش تكتبوا لي كومنت، لان دي اكتر حاجه بتبسطني وبتشجعني ان انتوا تعملوا لي كومنت في الفيديو ايا كان بقى. ان شاء الله حتى تحطوا لي ايموجي، انا ببسط قوي بالكومنتات بتاعتكم. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.